اجمل متابعين في الدنيا، وهنعمل دلوقتي مع بعض البقسماط بدون بقى برم، ولا بدون لت وعجن كتير، ولا بدون تعب، ولا الليله دي كلها. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه خالص، وهتشوفيها معايا دلوقتي. انا عندي هنا المقادير بتاعتي، هعمل كميه بسيطه. عندي 2 كوبايه من الدقيق المنخول نخلاه كويس قوي، كوبايتين من الدقيق، الكوبايه اللي انا عايرت بيها ديت، نص كوبايه ميه دافيه بحطها في البوله بتاعتي او السلطانيه اللي عندي، نص كوبايه ميه دافيه. بحط فيها نص معلقه من السكر، لان انا عامله كميه بسيطه. نص معلقه سكر، تمام اهوت. نص معلقه كبيره سكر عشان الخميره تشتغل كويس قوي الفوريه. وبعدين هحط هنا معلقه من الخميره البيره اللي هي الفوريه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهوت. خلاص. وكمان هحط شويه من الملح. دايما بيكون الملح نص مقدار السكر. اللي حطيت حوالي ربع المعلقه من الملح. وهبدأ هنا اقلب الكلام ده كله مع بعض كده كويس قوي هنا، عشان الخميرة تبدأ هنا تشتغل وتقوم بعملها، واتأكد انها سليمة، مش فاسدة يعني، او ما فسدتش الخميرة او خربت او باظت يعني. خلاص اهوت، تمام كده. طيب، بعد كده انا بحط بقى هنا، هحط عندي هنا ما يعادل معلقة من السمنة. نحطها طبعا في التلاجة اهيت، معلقة من السمنة. خلاص، بسم الله. معلقة سمنة. طبعا هو سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبة خالص، وبسيط وما فيهوش اي تعب. طيب، احط معلقة من الخل. خليكي مركزة في المقادير بتاعتي. معلقة من الخل اهي، معلقة واحدة من الخل. وكمان هحط ما يعادل معلقتين من الزيت. ادي واحدة، ادي التانية. تمام. طيب، وما تنسيش ان احنا حطينا من شوية معلقة سمنة كبيرة. طيب، بعد كده بعمل هقلب المحتويات السائلة دي كلها كويس قوي مع بعضها كده. تمام اهوت. تقدري تسيبي الخليط دوت لما تختمر الخميرة براحتك، وتقدري تنزلي فيه الدقيق على طول برضو براحتك. دي حسب رغبتك انت يعني. خلاص، بعد كده هنزل كمية الدقيق، بس ما تنزلهاش كلها مرة واحدة. عودي نفسك، مثلا احنا قلنا كوبايتين، هنزل حوالي كوباية ونص مثلا اهوت. خلاص، والم العجينة بتاعتي. طبعا البقسماط من الحاجات الحلوة اللي انا ممكن استخدمها في وجبات الفطور العشاء. في اي وقت انت عايزة تاخدي بريك مثلا كده، تحطيها في شنطتك وانت رايحة للشغل، بتاخديه كنوع من السناكس يعني. حاجة كده تصبيرة زي ما بيقولوا، او ممكن تاخديها مع كوباية من الحليب او الشاي الصبح، او تفطري بيها الاولاد، بتبقى جميلة جدا. خلاص، انا هنزل بقية الدقيق بتاعي عشان هما كوبايتين دقيق فقط، وهحط عليها شويه من الميه الدافيه، لانه طبعا واضح انها تبقى محتاجه ميه. خلاص، هحط شويه من الميه الدافيه اهي. ما تكتريش برضو الميه لحد ما تلمي العجينه بتاعتك وتشوفي محتاجه منك ولا. لان الدقيق بيختلف طبعا، انا في دقيق بيشرب الميه كويس قوي، في دقيق بيبقى طارد للميه ما بيشربهاش بكميه كبيره. خلاص، انا هبدا هنا اشيل المعلقه من العجين وابدا اشتغل فيها بايدي، واوريكي هنعمل مع بعض. خليكم معايا متابعين الكرام. وبعد ما لميت العجينه ما شاء الله طلعت من البوله اللي انا اشتغلت فيها او السلطانيه، عجينه ما شاء الله. هي بتبقى طريه، بس المفروض انها ما تلزقش. فانا هنا رشيت رشه خفيفه من الدقيق على الطاوله، وهبدا بعد كده اشتغل في العجينه دي. طبعا اعجنيها كويس قوي، او زي ما بنقول كده لتيها واعجنيها كويس علشان تديكي نتيجه حلوه. بتفردي كده وبتلمي. خلاص، بتفردي وتلمي، يعني تعملي لها زي عرق كده. خلاص اهو، بتتنك على رخامه. طبعا رخامه او الطاوله تكون نظيفه، طاوله العمل اللي تكوني شغاله عليها تكون نظيفه. هتبداي تعجنيها كده او تلتيها كده مده لا تقل عن 5 دقايق، لحد ما تديكي القوام اللي هو الملمس الناعم، وفي نفس الوقت ما تكونش بتلزق في الايد. تمام اهوت، زي ما انت شايفه كده. ببدا ارش برضو رشه من الدقيق خفيفه.
ما تكتريش الدقيق عشان ما تيبس منك. خلاص، هي طريه كده حلوه قوي زي الملبن هي ما شاء الله. بس نلم العجينه ونفرد اللي هو بنلتها زي ما بيقولوا كده، بنخدم العجينه كويس او بنودكها عشان تبقى ما شاء الله تديني النتيجه الكويسه في الاصابع. البقسماط، البقسماط طبعا بنشتري غالي جدا من المحلات، كلنا عارفين اكيد، بنجيبه غالي جدا من المحلات. علاوه على ان انت طبعا دلوقتي كمان المخبوزات كلها زادت وغليت بسبب الدقيق. فانت هنا تقدري من كيلو دقيق، يعني ده كوبايتين اتنين بس، فاهمه ازاي؟ لو جبت كيلو دقيق وعملت نص كيلو او كيلو، صدقيني ما شاء الله هتعملي كميه من البقسماط تبقى عندك فتره طويله. نفس العجينه دي تقدري تشكلي منها قرص صغيره بتاعت المخابز، تقدري تعملي منها القراقيش الصغيره اللي هي الناشفه شويه، كل ده تقدري تعمليه من نفس العجينه دي. طيب هنا العجينه زي ما انت شايفه ما شاء الله اهي بقت عجينه، بصي يعني ما بتلزقش. بصي معايا ايدي دي نضيفه من العجين شويه اهي، هي طريه هي ما شاء الله زي الملبن بس ما بتلزقش. هسيبها ترتاح 10 دقايق ونرجع نشكلها مع بعض. زي ما انتم شايفين معايا كده هجهز الصاج اللي هنخبز فيه. فانا طلعت صاج البوتاجاز وبحط شويه من الزيت، حوالي نص معلقه كده اقل كمان. وبعدين ابدا هنا ايه، ادهن الصاج كويس قوي، اللي انا هبدا ارص عليه ايه، البقسماط بتاعي. خلاص، دهنه خفيفه خالص من الزيت في الصاج بتاعي. تمام. تقدري على فكرة لو عندك كمون وعندك شمر، كنت تقدري تحطي معلقة من الكمون والشمر في العجينة بتاعتك وانت بتعجني، بس انا عشان ما عنديش فما حطيتش يعني. تمام. في ناس بتحبه بطعم اليانسون، على حسب يعني، كل على الشمر الحاجة اللي انت بتحبي، حبة البركة، حبة السودة، على حسب يعني. خلاص. برضو تقدري هنا لو عندك سمسم تقدري تحطي على سطح البقسماط بتاعك، بس برضو عشان ما عنديش فانا هعمله ايه، بقسماط ساده خالص. الهدف ان انا اعرفك طريقه بس عمل. هنا دهنا الصاج كويس قوي بزيت او بماده دهنيه، وبعدين هنشكله مع بعض وهوريكي ازاي. زي ما انتم شايفين معايا كده. وبعدين بدات امسك العجينه بتاعتي، سبتها ترتاح بس مش تخمر، لا ترتاح. عملتها على هيئه اسطوانه، عجينه طريه حلوه خالص. وبعدين هبدا اقسمها الى قسمين او الى جزئين بالشكل اللي انت شايفاه دوت. خلاص اهو. وامسك هنا، انا حطيت طبعا كيس هنا ودهنته بالزيت عشان ابدا ايه افرد عجينتي عليه. خلاص. هبدا هنا امسك العجينه دي وهحطها على الكيس دوت. وبعدين هاجي هنا بالنشابه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا افرد العجينه ايه بتاعتي. تمام. هبدا افرد العجينه بتاعتي، بس من الواضح ان الكيس مش هيساعدني، خليني انقلها على الطاوله نفسها. انقل العجينه على الطاوله نفسها. طالما سطح الطاوله نضيف هدهنه برضو هنا بالزيت اهوت، دهنه خفيفه كده من الزيت. تمام. دهنه خفيفه خالص لان العجينه ما شاء الله طريه حلو. وبعدين هبدا هنا ايه، افرد العجينه بتاعتي كده بالشكل دهوت. هخليها ما ترقهاش قوي عشان ما يبقاش رقيق قوي معاكي وينشف وما يبقاش حلو. خلاص، يعني انت خلي الطول بتاعه الطول اللي انت عايزاه، والسمك يعني يبقى سميك نوعا ما عشان تحسي ان البقسماطه كده محمله وانت بتاكلي منها، تحسي انها مشبعه، يعني لو خدت واحدتين ثلاثه يشبعوكي. تمام اهو. باخد من الداخل للخارج، يعني باخد من قلب الدايره كده الى خارج الدايره اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه زي الفل ما شاء الله وجميله جدا، ولما سيبناها ارتاحت شويه مدياني سمك قوام جميل جدا. تمام اهو. هتعملي البقسماط بالطول اللي انت عايزاه زي ما انا قلت لك من شويه. السمك بتاعها دوت كويس قوي، ما نرقش عن كده عشان يديني زي ما قلنا الطعم الحلو الكويس. طيب هاجي بعد كده بقى هنا ايه، هي دي قطاعه ممكن نستعملها، بس انا حابه اشتغل بالسكينه اهي ما شاء الله. ماشي. هعملها على هيئه مستطيل بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهوت ما شاء الله. كده الزيادات دي مش هترميها، انت هتشتغلي بيها تاني. تمام اهوت. وبرده نفس القصه كده. خلاص، بس دي ممكن اطلع منها ايه، بقسماطه اهيت. تمام كده اهوت. وبعد كده انا حابه البقسماط بتاعي الاصابع بتاعته مش طويله قوي. هبدا هنا ايه، امسك بقى العجله بتاعتي
واقطع البقسماط بتاعي بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله. اللهم صل على النبي. لو عندك بقسماط زي ما احنا قلنا بتاع ده سمسم او حبة البركة كنت تقدري تستعمليه. بصي بقى، ولا برم ولا زي ما كنا بنعمل زمان نقعد نفرك في العجينة ونبرمها ونلفها ونحط الحشو عليها سواء سمسم او حبة البركة او الكلام ده كله. مفيش الكلام ده كله بقى. يبقى انت هنا كده بتشتغل بطريقة سهلة جدا. وبعدين طول البقسماطة بالطول اللي انت حباه، والسمك بتاعها بس هوريكي سمكها قريب من الكاميرا دلوقتي. انا هوريها لك عن قرب دلوقتي على قدام الكاميرا. بصي معايا، بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. بص السمك هيبقى ايه بالسمك ده كده، ما تبقاش ايه رقيقه قوي عشان تديكي يعني جسم محمل تقدري تاكلي منه وتشبعي خلاص. لو عايزه تبرميها كده 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 وتعمليها بالشكل ده مفيش اي مشكله، وطبعا بترص فيه الصوص. عايزه تسيبيها بقسماط عادي خالص زي ما هي كده بنفس طولها كده مفيش اي مشكله. اللي نفسك فيه كله اعمليه حاجتك وانت حرة فيها. الشكل الخارجي او النهائي ده بالشكل اللي انت عايزاه وحباه. تمام. لو في اي حاجة لعبكت معانا احنا في النهاية بنظبطها طبعا ايه بالسكينة. مفيش اي مشكلة خالص. يعني مثلا عايزة تظبطي كل الكلام ده تاني كده اهو، مفيش اي مشكلة خالص. كل ده هنلمه تاني. تمام اهوت. العجينة ما شاء الله حلوة وطرية ومساعداني ما شاء الله في التشكيل. خلاص هخلص الكمية التانية بنفس الطريقة وهرجع لك اوريك الشكل تاني. تابعين الكرام، انا هنا لقيت عندي شوية من السمسم فخدت شوية منه وبدأت ارشها على السطح اهوت. يبقى انا عملت شوية سادة وشوية هنجربهم مع بعض كده بالسمسم. خلاص طبعا يفضل ما يكونش متحمص علشان لما تيجي تسوي البقسماط ما يتحرقش منك ايه، يبقى ياخد التسوية بتاعته الطبيعية اللي هي التحمير العادي يعني. خلاص كده اهو حطيت السمسم بالشكل ده وهوريك هنثبته ازاي دلوقتي. خليكي معايا. بجيب الكيس اللي هو عندي دوت عادي وبحطه هنا على سطح العجينة كده وببدأ هنا ايه مشي النشابة كده عليه بس مرة رايح مرة جاي كده. خلاص عشان اثبت السمسم بس. تمام كده اهو معايا اهو عشان ما يقعش مني اثناء التسوية. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا معايا الجمال اهو ما شاء الله كده. ايه سيبت السمسم عندك وابدا هنا ايه اقطعها زي ما احنا قلنا من شويه. وبعد ما خلصنا هنا تشكيل البقسماط عمل لي الصاج الجميل الحلو اللي انت شايفاه دوت. ده بكوبايتين من الدقيق. يعني النص كيلو دقيق بيبقى حوالي 4 كوبايات، من 3.5 ل4. يبقى ده يعتبر ربع كيلو من الدقيق. عمل لي الكمية دي من البقسماط. هتزيد عن يعني ربع كيلو من الدقيق هيعمل لي ما يقلش عن نص كيلو بقسماط او نص كيلو لحاجة بسيطة. خلاص هنا انا بس بنسيبه يخمر مدة ربع ساعة او تلت ساعة. وبعد كده ببدأ اسويه على درجة حرارة 160 ل 170 نار هادية لحد ما يستوى. تقدري تولعي فوق وتحت عليه، لكن لو مفيش الامكانية دي عندك في الفرن تقدري تسويه من تحت يحمر من تحت وبعد كده تولعي الشواية بس ياخد وش من فوق. وهنشوف الكلام ده مع بعض. بعد ما سوينا البقسماط بتاعنا في البوتاجاز فرن البوتاجاز يعني طلع معانا بالشكل الجميل الحلو اللي انت شايفاه ده. ده اللي هو معمول بالسمسم ودي ارضيته بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. وده اللي هو معمول سادة بالشكل ده بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة. يعتبر مقرمش وجميل انضف بكتير من المخابز واحلى بكتير واوفر وارخص. وتقدري تعمليه في البيت. يعني الكميه دي بسم الله ما شاء الله من كوبايتين 2 من الدقيق. وما خدش مننا وقت لان احنا لا عملنا له عمليه ايه برم ولا توريق ولا حاجه. احنا مجرد ما فردنا العجينه وقطعناها وبدانا نرصها في الصاج ونسويها. اتمنى ان يكون الصنف سهل وبسيط واستفدنا او عملت لك اضافه منه النهارده واستفدنا منه. ما تنسيش تدعمي الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه. وما تنسيش تدعي لامواتنا في دعواتكم وصلواتكم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.